مرحبا بكم في عالم التفرد المطلق. هذه هي بصمة الأصبع ديالك، رمز الهوية اللي ما كيتشابه مع حتى واحد في العالم. كل خط، كل منحنى كيحكي قصة فريدة ديالك بوحدك. باش نكتشفوا الإعجاز المخفي في هاد العجائب الصغيرة ونشوفوا كيفاش كتكون. البصمة كتبدا كتون وانت مازال جنين في بطن الأم ديالك بين الشهر الثالث والرابع. طريقة نمو الجلد ديالك وضغط السوائل وحتى الحركة ديال يدك كتساهم في تشكيل هذا الخطوط الرائعة والفريدة بطريقة عشوائية ومنظمة في نفس الوقت. العلماء قسموا البصمات لثلاث أنواع أساسية: القوس، العروة، والدوامة. ولكن واخا كيتشابهوا في الشكل العام، التفاصيل الداخلية مستحيل تتكرر بين جوج ديال الناس في العالم كامل. البصمة اللي كنخليوها من مورا فاش كنقيسو شي حاجة كتكون من خليط ديال العرق والزيوت الطبيعية. هاد المسامات الصغيرة اللي كتفرز العرق كتمشي على طول الخطوط وكتخلي الأثر الملموس على أي سطح كتمسوها باليد ديالكم. سر الأمن ديال البصمة كاين في نقطة التفاصيل الدقيقة. هادو هما البلايص فين الخط كيتفرع وكيتسالى. كل بصمة كتضم أكثر من 150 نقطة دقيقة، والتطابق في 12 نقطة فقط يعني أنها نفس البصمة. هكذا كيخدم النظام ديال التعرف على البصمة. الآلة كتقرا الخريطة ديال الخطوط وكتحولها لرمز رقمي معقد. هاد الخوارزميات كتقارن نقطة التفاصيل الدقيقة في ثواني معدودة باش تأكد الهوية ديالك بسرعة ودقة عالية. حتى التوائم المتطابقة اللي عندهم نفس الحمض النووي DNA مستحيل يتشابهوا في البصمات. الضغط الجنيني اللي هضرنا عليه هو اللي كيخلي البصمة فريدة. هادشي هو إعجاز التفرد اللي كيمنع أي تطابق بين جوج ديال الناس. الجلد ديالنا عنده ذاكرة مذهلة، واخا تجرح بصبعك جرح بسيط الجلد كيعاود يبني نفس الخطوط والنمط الأصلي ديال البصمة. هادشي كيخلي البصمة ديالك ثابتة وما تغيرش من الطفولة حتى نهاية العمر. تقنية البصمات كانت تعتبر معجزة في القرن التاسع عشر، كانت تعتمد على الحبر والورق. دابا تحولت لنظام رقمي وأمني عالمي، ولكن المبدأ الأساسي ديالها اللي هو التفرد مازال هو وما تبدلش. دابا الأمن زاد طور الأجهزة الحديثة، ماشي غير كتقرا خطوط بل كتشوف حتى للداخل، كتقيس تدفق الدم تحت الجلد باش تأكد أن البصمة حية ومستحيل تصور بأي طريقة. هادشي كيزيد من الأمان ديالك. في العالم كاين حوالي 8 مليارات ديال البشر، ولكن لحد الآن مستحيل تلقى جوج بصمات متطابقة. هادشي دليل على التعقيد والإعجاز اللي دارو الخالق في الهوية ديال كل إنسان في الكون الواسع. بصمة الأصبع هي توقيعك البيولوجي الدائم والمميز، هي اللي كتثبت الهوية ديالك بطريقة ما يمكنش ينافسها أي نظام. هاد الإعجاز ديال التفرد كيخليك فريد من نوعك في كل تفاصيلك الصغيرة وحافظ عليها.